عضلة الشيست الأحلى والأوضح في الجسم، واللي بتخليك أعرض وأحسن. لا مش دي الفيديو الجاي. أيوه هي دي. فيا ترى عايز تحسنها ولا تسيبها ضعيفة زي ما هي؟ ازيك يا فورم، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ هكلمك النهارده عن عضله الشيست. هقول لك تشريح عضله الشيست والميكانيكال بتاعها، واقول لك عن التمرينه، واقول لك على كل حاجه حسنت الشيست عندي، خصوصا ان انا جيناتي ما كانتش احسن حاجه يعني في الشيست، فاضطريت ان انا يعني حاولت كتير عشان اطورها، فانا هلم لك كل ده في الفيديو ده. فقبل اي حاجه عايزك سبسكرايب ولايك وتظبط يعني وكده. طيب اول حاجه، الشيست بيتقسم لجزئين: الشيست العالي والشيست اللي هو الوسط او بيسموه الميديال. هيقول لك بقى، في ناس هتقول لك في شيست سفلي، الشيست السفلي 3 اجزاء مش عارف ايه. لا، هي شيست عالي وشيست وسط. وساعات احنا مثلا بالبلدي كده او في الجيم يقول لك العب كابل سفلي، او ده العب الشيست السفلي. فيعني احنا بينا وبين بعض بنقول اللي فيه شيست سفلي، بس هو علميا مفيش اللي هو غير جزء واحد والجزء الوسط. ماشي، ده بالنسبه ايه للجزئين بتوع الشيست. طيب اول حاجه هكلمك عن الشيست العالي او الاور شيست او الانكلاين بتاع الشيست. ده الخطوط بتاعت الالياف بتمشي كده اهو. انت شغال كده، فوانت شغال مثلا بتلعب دمبل او بتلعب كابلات، انت شغال كده اي حاجه بتجيب كده، عشان هي شغاله مع الكلافيكلي مع التركوه ومع الانتيريور ليتويد اللي هو الكتف الامامي. فانت الالياف بتاعتك الخطوط ماشيه كده. انت عشان تقاوم الالياف دي انت بتشتغل اي حاجه فيها دمبل عالي، او اي حاجه فيها كابلات بتشتغل عالي، او اي ماشين برضو شغاله معاك عالي. بس انا احسن بحب يعني اكتر الدمبل بصراحه، والواير بلعبها على الواير عشان احب اعمل استطاله اكتر في العضله. تمام كده، خلصنا من اول جزء وعرفنا ازاي نستهدفه. وهقول لك طبعا على التمرينه اللي انا بشتغلها طبعا. تاني حاجه الوسط، الشيست الميدل او الشيست الوسط. الشيست الوسط ده احنا بنلعب له، اما بنلعب بار عشان تجمع بيه، او تلعب دنابل، او تلعب اي حاجه فيها كبات بتجمع كده، او البتر فلاي برضه مش هتفرق، بس عشان تحمل اكتر. ليه بقى؟ لان الالياف ماشيه بالعرض، ماشيه بالعرض كده اهو. فانت عشان تستهدفها بتشتغل بالبار، او بتشتغل بتحط يعني الحمل عليها بالبار، او بتحط بالدمبل، مش تفرق يعني. ونصيحه برضه، وانت شغال على الشيست وبتطور الشيست، عايزك تهتم اكتر بالشيست العالي، لان هو ده اللي هيرفع لك الشيست، وده اللي هيزود لك الكثافه يعني وكده، وده اللي هيحسن لك الشكل العام بتاعه يعني. فهو الشيست العالي ده انت لازم تهتم بيه قوي يعني. فاخدك معايا في الجيم، واخدك معايا في التمرينه وازاي بتمشي وكل حاجه. اروح الجيم دلوقتي اهون. طبعا هنشرب القهوه بتاعتنا، وجبت معايا موز كارب سريع باكله قبل التمرين بربع ساعه ولا حاجه. عايز بس اقول لك حاجه يعني كده في التمرين، مفيش تمرينه معينه هتحسن لك العضله مثلا الضعيفه عندك، او لما تلعب التمرينه دي مثلا بس ده هيتحسن. لا، الموضوع بيجي بالاستمرار وانك تصبر وتلعب بشده عاليه. يعني مثلا تمرينه الشيست لو عندك ضعيفه قوي يعني ممكن تلعبها مرتين في الاسبوع، بس تلعبها بشده عاليه قوي، تلعبها بشده عاليه جدا، فاهم؟ هتحس ان انت بعد شهرين او 3 شهور هتحس ان بقى في تطور واحسن يعني احسن من الاول وكده. وصلت الجيم دلوقتي، نسخن كويس، وبعد كده هنبدا اول تمرين معانا تجميع بالدمبل عالي. هنظبط اول حاجه الدكه تبقى مايله شويه فوق الزاويه 90 بشويه. نظبط كوعك بزاويه 45 وتخش بوزن مناسب. هنلعب 3 مجاميع للفشل العضلي. كمل. طبعا وانا شغال كنت شغال كده عشان زي ما شرحت لك في اول الفيديو، عشان نستهدف الياف الشيست العالي، عشان زي ما انا قلت لك الخطوط ماشيه كده. نخش تاني تمرين تفتيح بالواير عشان نستهدف الشيست العالي اكتر. بحب استعمل الواير اكتر عشان بيركز اكتر في الاستطاله. هنلعبوا 3 مجاميع، 3 مجاميع كلهم برضو الفشل العضلي، واقصى وزن تقدر توصل ليه. نخش تالت تمرين بالدمبل شيست مستوي عشان نستهدف الياف الشيست المستوي، عشان هي ماشيه كده زي ما قلت لك. هتخش 3 مجاميع، هتخش ال3 كلهم الفشل العضلي في اعلى وزن انت بتوصل ليه بالدمبل. طبعا ده مش اخر وزن بالنسبه لي، بس انا عشان اشرح لك التمرين بيمشي ازاي. اذا كنت نازل تنزل بالدمبل
تعمل اقصى ستريتش تقدر توصل ليه بالدمبل. خش اخر تمرين باتر فلاي على الواير عشان نستهدف الياف الشيست اللي هي الميدل اللي هي الوسط. وعايزك وانت رايح تركز في الاستطاله اكتر وترجع بالراحه في السكويز. هنلعب مجموعتين الفشل العضلي. واستمريت على التمرينه دي من شهر ل3 شهور هتحس بفرق وهتحس بنتيجه. من احسن التمارين اللي انا مستمر عليها بقالي 6 شهور، والصراحه حاسس بفرق يعني ونتيجه.